ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ النهارده هنبدا مع بعض الهوم ورك بتاع تشارلز لو. تشارلز لو كان بيتكلم عن العلاقه بين temperature والفوليوم. temperature والفوليوم، بس نفتكر اول حاجه مهمه جدا عندي ان التمبريتشر بتاعتي بتتقاس بالايه؟ بالكلفن، مش بشتغل بسليزيوس. طب ازاي اجيب الكلفن؟ الكلفن ايكوال سليزيوس بلس 273. طيب تاني حاجة مهمة جدا لما اجي ادرس العلاقة بين الفوليوم والتمبريتشر، لازم اسمع كلمة السر في أي سؤال، لو ما سمعتهاش ما ينفعش اشتغل. الكلمة السر بتاعتي بتقول لي ايه؟ at constant temperature. طيب العلاقة بينهم الايه؟ العلاقة بينهم دايركت، الاثنين دايركت، يبقى لما اجي ارسم الكيرف بتاعهم هرسم الكيرف بتاعهم بالشكل ده. والله ده التمبريتشر بالكلفن وده الفوليوم، فالعلاقة بينهم كيرف دايركت. طب قال لي هو سليزيوس فين هنا؟ يعني لو طلب مني ان الاكس اكسس بتاعي يبقى بسليزيوس فين؟ قال لي سليزيوس على بعد 273. تمام؟ يعني الواي بتاع السليزيوس بيبقى هنا والاكس هنا. الله، معنى كده ان الكيرف بتاعي هيطلع من الاوريجين ولا هيطلع من فوق شويه؟ هيطلع من فوق شويه، وبنسمي البوينت ديت هي الفوليوم ات زيرو ايه؟ سليزيوس. حلو الكلام؟ طيب ايه القانون الثاني؟ قال لي في حاجه عندي اسمها expansion coefficient، volume expansion coefficient، وبنرمز لها بالرمز ايه؟ الفا فوليوم. الفا فوليوم دي ايكوال ايه؟ قال لي والله انا بجيب الفوليوم at سليزيوس، سوري، الفوليوم at any temperature minus الفوليوم at سليزيوس over الفوليوم at سليزيوس تاني، يعني هو متكرر هنا نفس الرقم ده تايمز التشينج ان temperature. وطبعا التشينج ان temperature نفتكرها كويس قوي، التشينج بتوين السليزيوس نمبرز هي التشينج بتوين الكلفن ايه؟ نمبرز. يعني قال لك والله درجه الحراره زادت 100 سليزيوس، يعني زادت 100 كلفن. حلو الكلام؟ العلاقه بين الكلفن والسليزيوس دايركت بس زيرو سليزيوس ايكوال كام؟ 273 كلفن. يلا بينا نخش على الهوم ورك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا مع بعض هوم ورك 9. Question 1 relation between سليزيوس والكلفن والفوليوم. احنا اتفقنا العلاقه ايه؟ دايركت. طب لو هي كلفن، قال لي لو هي كلفن لازم تبدا من الارج. طب لو هي سليزيوس قال لي لا، بتبدا من فوق شويه، يبقى حضرتك هي دي الاجابه الصح. Question number 2 بيقول if the temperature of gas is increased by 10 Celsius then this rise in temperature on the Kelvin scale equals. احنا قلنا يا جماعه اي increase اي change in temperature Celsius هو الكلفن. زادت 10 يبقى زادت 10، زادت 10 سليزيوس يبقى زادت 10 كلفن، هو نفس الايه؟ الاختيار. طب امتى بنحول؟ قال لي لو انا عايز درجه معينه، عايز رقم معين، عايز 10 سليزيوس، بقول له 10 سليزيوس ايكوال 10 بلس 273 ايكوال 283 كلفن. لكن لو قال لك زادت هنا 10 يبقى الزياده بس التشينج الدلتا هي ثابته. السؤال الثالث بيقول an amount of gas has a volume of كذا، يبقى ده الفوليوم at Kelvin، الحمد لله مريحني. then its volume at temperature Kelvin، الكلفن اتغير ولا ما اتغيرش؟ يبقى الفوليوم هيتغير ولا مش هيتغير؟ السؤال ده القانون بتاعنا اللي هنشتغل بيه القانون على طول، V1 over V2 equal T1 over T2، V1 over V2 equal T1 over T2. يلا بينا. الفوليوم الاولاني كان 600، الفوليوم الثاني ما نعرفوش وعايزينه، والله T1 كان 293 والحمد لله بالكلفن مش هحول. الثاني بكام؟ ب 333. يبقى نجيب ال V2 equal ده تايمز ده اوفر ده using calculate. يبقى ان شاء الله الفوليوم الجديد 681.9 681.9 اللي هي نمبر بي. حلو الكلام؟ at temperature 120 سليزيوس، يبقى ده الفوليوم لما كان التمبريتشر ده. then the change in the temperature in Kelvin when عايز التشينج بس، عايز التشينج when its volume decreases to 1 liters. بالراحة كده ممكن السؤال ده يتحل بمنتهى الفهلوة وشياكة أوي. الفوليوم كان 4 بقى 1، الفوليوم كان 4 بقى 1، يبقى عملنا له divided by 4.
يبقى ال temperature divided by 4 قلنا direct relation divided by 4 divided by 4. طيب هو التمبريتشر كانت كام؟ اللي هيقول لي 120 ضيع السؤال. خلاص. التمبريتشر كانت 120 بلس 273 يعني 393 كلفن. اعمل لها divided by 4. ليه divided by 4؟ عشان الفوليوم اتعمل divided by 4. يبقى التمبريتشر الجديده هتبقى كام؟ كالكليتر 393 divided by 4 equal 2.25. طب هو عايز الرقم ده ولا هو عايز التشينج بس؟ عايز التشينج. كانت كام؟ بقت كام؟ التشينج ده ماينس ده يطلع بالظبط 294.75 كلفن. طب يا مستر انا مش عايز احل السؤال ده، عايز احله حاضر، عايز تحله رسمي بالقاعده. V1 over V2 equal T1 اللي هي 393 over T2 اللي هي هتطلع الرقم ده. طب هو عايز T2 ولا عايز التشينج؟ عايز التشينج يبقى اعمل الكبير ماينس الصغير. التشينج دايما بيبقى بوزيتيف، انا عايز ابسوليوت تشينج. سؤال رقم 5 بيقول quantity of gas at temperature كذا، هقوم عاملها على طول، هقول 17 plus 273 تطلع 290 كلفن. كل شغلنا بالكلفن يا ولاد. is heated to increase its temperature by كذا، زاد by كذا، يبقى انا هنا increase يبقى انا هعمل بلس كام؟ بلس 100. طب هي كانت 290 بلس 100 هتبقى الجديده بكام؟ ب 390. يا مستر ده كان كلفن، ازاي تزود عليه سليزيس؟ احنا قلنا ان الديكريز او الانكريز في الكلفن هو الديكريز او الانكريز في الايه؟ في السليزيس. At the same pressure so its volume has increased. الفوليوم increased by يعني الفوليوم الاولاني لو كان V يبقى الفوليوم الثاني هو V بس زاد increased by 2.5. خلاص السؤال اتحل. V1 اللي هو V over V2 V plus 2.5 equal T1 اللي هو 290 over 390. خلاص شفت كالك نحلها. عايزين نحلها كده سهله. ممكن الاول اشيل الزيرو ده مع الزيرو. 29 تايمز الاثنين دول يبقى او 39 تايمز في تبقى 39 في equal 29 تايمز في ب 29 في بلس 29 تايمز 2.5 تطلع 72.5. الرقم ده هيروح هنا بالماينس هيبقى 10 في equal 72.5. ده بالتايمز هيروح بالديفايدد يبقى 7.25 ونفس اليونت اللي هي سنتيمتر كيوب. يلا بينا question number 6. An amount of gas volume كذا at temperature كذا when we increase its temperature by كذا its volume increased by كذا at constant pressure. constant pressure يبقى تشارلز لو، يبقى الاثنين دايركت ان شاء الله. Then the graph represents the relation between volume expansion coefficient. يلا بينا نتك على الحته ديت تاني. احنا ايه هو الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت؟ قلنا فوليوم عند التمبريتشر معينه ماينس الفوليوم عند الزيرو سليزيوس اوفر الفوليوم عند الزيرو سليزيوس تايمز ايه؟ تايمز التشينج في التمبريتشر. الرقم ده يا اولاد دايما رقم ثابت بالنسبه لاي جاز وغالبا اللي هو بيساوي 1 over 273 كلفن باور نيجاتيف 1. وبدام هو كونستانت فاليو فانتوا سبقتوني وقلتوا لي يبقى هنختار الجراف اللي فيه كونستانت اللي هو دي. برافو. يلا بينا للي بعده. Question number 7 بيقول لي the volume of certain amount of trapped gas at كذا gets doubled. يبقى الفوليوم حصل لها doubled. يلا على طول كده الفوليوم حصل لها doubled يبقى التمبريتشر هيحصل له double as constant pressure. قال لي as constant pressure طبعا لازم يقولها لي. والله الفوليوم دبل يبقى التمبريتشر دبل. طب التمبريتشر الاوليه كانت كام؟ اوعى تقول لي 10 تبقى غلطان. هي التمبريتشر الاوليه 10 بلس 273 تمام؟ يعني 2 a 3 لما يحصل لها دبل هيبقى كام؟ هتبقى ادي 6 ادي 6 ادي 5
سؤال. طيب هو عايزها تبقى heated to كام؟ طب هو عايز ده ولا عايزها بسليزيز؟ اعملها -273 تطلع ان شاء الله ادي 293 سليزيز. ادي الاجابه دي. نمبر 8 بيقول لي if the volume of a certain amount of gas as temperature كذا is كذا. طبعا التمبريتشر دي مش هشتغلها كده على طول، هزود عليها 273 هتبقى الرقم ده 44 plus 273 equal 317 كلفن. كان الفوليوم بتاعها كذا. then at temperature zero celsius اللي هي 273 كلفن its volume at constant pressure becomes كام؟ عايز الفوليوم الجديد. خلاص يلا بينا volume 1 over volume 2 اللي احنا عايزينه equal T1 over T2 يبقى volume 2 إن شاء الله equal 273 times 250 divided by 317 equal 215.29. أقرب حاجة ليها number C. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. Question number 9 بيقول لي to determine the volume expansion coefficient of a gas at constant pressure. An experiment is carried out using vertical capillary tube of regular cross-sectional area containing mercury thread trapping an air column. يعني أنا عندي mercury thread capillary tube أهي فيها حتة mercury. الفوليوم بتاع الاير ده كل ما هعمل له هيتنج كل ما هزود التمبريتشر بتاعته الفوليوم بتاعه هيزيد. الفوليوم بتاعه لما يزيد بيزيد فين؟ بيزيد في الاريا ولا بيزيد في اللينس؟ طبعا بيزيد في اللينس لان الاريا ايه؟ ثابته. فدايما الريشيو بين اللينس القديم واللينس الجديد هي دايما الريشيو بين الفوليوم القديم والفوليوم الجديد. طيب تعالوا نشوف بيقول لي ايه؟ بيقول لي اللينس اوف ذا اير كولوم از 50 يبقى ده L1 وده L2 تمام. طب التمبريتشر اهو طبعا يا جماعه للمره المليون انا مش هشتغل بال 25 ديت، انا هشتغل ب 25 بلس 273 98 كلفن. يلا بينا L1 اوفر L2. يا مستر القانون V1 اوفر V2 ما احنا قلنا هنا ان الفوليوم عباره عن كروس سكشن اريا تايمز لينث، فالاريا ثابته، اريا هتروح مع الاريا هيتفضل لينث اوفر ايه؟ لينث. يبقى هقول L1 اوفر L2 equal T1 over T2 واللي هيطلع لي بالايه؟ بالكلفن. تطلع T2 هنا الرقم ده اعمل له تايمز 60 divided 50 يطلع الرقم T2 هيطلع 357.6 وات كلفن. طب انا عايز اخد الرقم ده احوله لسليزيوس هعمل له ماينس 273 357.6 minus 273 يطلع 357.6 minus 273 يطلع 84.6. أقرب حاجة ليها كام؟ 85. يلا بينا للي بعده. Question number 10 بيقول a gas of volume 60 centimeter cube at temperature 300 Kelvin and pressure 1 atmospheric pressure. Its volume becomes كذا at 0 celsius والبريشر كمان اتغير. يبقى هنا ما عنديش constant pressure. هو طالب ايه؟ volume expansion coefficient. طيب يا سيدي الفوليوم expansion coefficient كان القانون بتاعه بيقول هات لي الفوليوم عند اي temperature minus الفوليوم عند celsius 0 over فوليوم عند 0 celsius times اللي change في التمبريتشر. طب انا عندي ايه من كل دول؟ قال لي والله انت عندك الفوليوم عند الزيرو سليزيوس يبقى هو ده الفوليوم عند الزيرو سليزيوس. طيب عندك الفوليوم عند تمبريتشر، واحد يقول لي اه موجود، اقول له لا حضرتك الفوليوم اللي فوق ده البريشر فيه اتغير، وانا الدرس بتاعي في كلمه سر بتقول لي ايه؟ at constant pressure. يبقى انا لازم احسب الفوليوم الثاني لما كان البريشر لما كان التمبريتشر بكام؟ ب 300. يعني لو قلنا ان فوليوم 1 اللي احنا كان عندنا اللي هو 36.4 لما كانت التمبريتشر ب 273 كلفن اللي هي 0 سليزيوس ده التمبريتشر 1. طيب لما بقت التمبريتشر 2 ايكوال 300
يا ترى فوليوم 2 ايكوال كام؟ هو ده القانون اللي انا هجيب فيه الفوليوم اللي انا عايزه. طيب فوليوم 1 اوفر فوليوم 2 اللي انا عايزه ايكوال T1 اوفر T2. انا كده هجيب الفوليوم الجديد. يلا بينا بالكالكليتر كده على طول نحسبها. 36.4 times 300 equal divided by 273 هيطلع بالظبط ب 40 سنتيمتر كيوب. طب ما تيجي نعوض في القانون على طول. في تي اللي احنا جبناها بكام؟ 40 minus V1 اللي هي 36.4 divided by 36.4 اللي هي الفوليوم at 0 سليزيوس تايمز التشينج ان تمبريتشر. طب ما تيجي نشوف التشينج ان تمبريتشر هو كان كام بقى كام؟ الفرق بينهم كام؟ هلاقيهم 27. نعمل الكلام ده على الكالكليتر على طول هتطلع الاجابه نمبر A او هتطلع لي على الكالكليتر 1 over 273 كلفن بور نيجاتيف 1. دوس اس دي تطلع الاجابه A. يلا بينا للسؤال اللي بعده. Question number 11. If the length of trapped air in a vertical capillary tube of uniform cross-sectional area is 39 centimeter at temperature 273 Kelvin, and when temperature is rises to 378 Kelvin, the length of air becomes 54. فاضل اسمع كلمة constant A temperature. عايز ايه يا عم؟ قال لي عايز الفوليوم expansion coefficient. حلو الكلام الجميل. volume expansion coefficient equal VT minus V at 0 Celsius over V at 0 Celsius diameter change in temperature. VT عندي لما غيرت هو ده 0 سليزيوس يبقى ده الفوليوم بتاع 0 سليزيوس. طيب ده التمبريتشر الجديده الفوليوم بتاعتها اهي يبقى في تي عندي اللي هي 54 ماينس فوليوم اوف 0 سليزيوس اللي هي 39 اوفر 39 تايمز التشينج ان تمبريتشر. والله كانت 273 بقت 378 يبقى التشينج بكام؟ 105. نعمل الكلام ده على الكالكليتر ومن غير ما نعمله المفروض الإجابة هتطلع إيه؟ تعال نتأكد بس بالكالكليتر. Question number 12 بيقول in Charles' experiment for determining the volume expansion coefficient an air under constant pressure the length of the enclosed air column at melting point of ice. يعني إيه melting point of ice؟ يعني 0 سلسيوس يعني 273 كلفن. وركز قوي was كذا. معنى كده ان ده هو الفوليوم at 0 سليزيوس. صح الكلام؟ هو ده الفوليوم at 0 ايه سليزيوس. and the length of the air column at boiling point of water. boiling point of water معناها ايه؟ يعني معناها 100 سليزيوس يعني 373 كلفن. at the standard atmospheric pressure sea level was كذا. يبقى ده الفوليوم الجديد. ده الفوليوم لما التمبريتشر اتغيرت. Then with assuming the pressure remains constant and neglecting the expansion of glass the volume expansion coefficient هيبقى كام؟ يلا بينا. VT بكام؟ 18.65 minus V at 0 13.65 over V at 0 13.65 times the change. والله حضرتك واضح جدا ان التشينج هنا كان كام؟ 100. هيطلع الرقم ان شاء الله على الكالكليتر 3.66 تايمز هو ده 3.66 تايمز 10 to power negative 3. نروح للسؤال اللي بعده. Question number 13 بيقول لي if the percentage of change in volume is 10%. الفوليوم اتغير 10%. طب واحنا قلنا دايما ان التشينج في الفوليوم at constant pressure equal التشينج في التمبريتشر. يبقى لو سألني على التشينج في التمبريتشر هقول له كام؟ 10%. then the percentage of change in absolute temperature is 10%. هنا الابسوليوت تمبريتشر قصده بيها الكلفن هو اللي هيتغير بنفس مقدار تغير الايه؟ الفوليوم. السليزيز لا هيبقى رقم مختلف. ويلا بينا
للي بعده. Question number 14 بيقول لي an amount of air of mass is trapped in a container equipped with frictionless movable piston. يعني أنا عندي piston في air الماس بتاعه ب 0.2 كيلو جرام. قال لي الدنستي اوف اير الدنستي بتاعته 1.3. سمعك برافو عليك. هتقول لي يا مستر مش احنا خدنا قانون في الاول دنستي ايكوال ماس اوفر فوليوم؟ يبقى الفوليوم ايكوال ماس اوفر دنستي. ماس اوفر دنستي يعني ده اوفر ده، يبقى انا اقدر اجيب الفوليوم على طول. ده اوفر ده هيطلع 2 اوفر 13 ونسيبها كده عشان ما نعملش ابروكسيميشن ونضيع ارقام في النص. طيب بيقول لي if the density of air as the volume of trapped air when rising the temperature of the container to 120. طب هي كانت كام؟ 0 سليزيس، بقت كام؟ 120. لا هيروح يشتغل بالارقام دي هيطلع اجابات غلط، لازم احولها لكلفن. هعمل هنا بلس 273 وهعمل تحت بلس 273. يبقى لما اقول temperature 1 equal كام؟ 0 بلس 273 يعني 273 كلفن. temperature 2 كام؟ هعمل 120 plus 273 تبقى 393 كلفن. طب فوليوم 1 بكام؟ والله فوليوم 1 اهو 2 over 13. فوليوم 2 هو اللي هنروح نجيبه، يلا بينا. يبقى فوليوم 1 over فوليوم 2 اللي احنا عايزينه equal T1 over T2. يبقى فوليوم 2 هيطلع 0.22147. طبعا اقرب حاجه ليه 0.22. اجابه B. Question number 15 بيقول لي capillary tube of uniform cross sectional and length 15 سنتيمتر. يعني الكابيلاري تيوب بتاعتي اهي طولها كله 15 سنتيمتر. Placed vertically in a and contains amount of air trapped by mercury column of length 5 سنتيمتر. ده فيها 5 سنتيمتر mercury، دول 5. طيب trapped air column 9.1، كل ده ب 9.1 ودول 5، خلي بالك. Then the maximum temperature in sleazy that can be determined when using this tube at thermometer. بالبلدي كده عايز يستخدم التيوب ديت ترمومتر يقيس بيها الايه؟ اللينس. طيب بالراحه، هو انا لو اسخنها الفوليوم ده هيزيد او اللينس ده هيزيد، هيزق الميركوري لفوق. طب هي كلها 15، لو انا زقيت الميركوري اخر حاجه فوق خد 5 من فوق، يبقى اللينس اللي فاضل يبقى كام؟ 10. في اكتر من كده ولا ده الماكسيمم لينس بتاعتي؟ ده الماكسيمم لينس بتاعتي. يبقى انا عايز اقول ان اللينس الاولاني كان 9.1 تمام، وقال لي ان التمبريتشر ساعتها كان 21. يعني هقول له ان التمبريتشر الاولاني هقول 21 ولا هقول 21 بلس 273؟ برافو عليك، 21 بلس 273 يعني 294. طيب اللينث الثاني هيبقى كام؟ 10. طب انا عايز التمبريتشر الثاني، وده اقصى تمبريتشر ادوس عليه، بس ما تنساش ان ده بالكلفن، يبقى ده كمان هيطلع لي بالكلفن. طب يلا بينا، length 1 over length 2 equal temperature 1 over temperature 2. يبقى التمبريتشر 2 هنا هيطلع كام؟ 323.07. طب انا عايزه بالسليزيوس يبقى ده كلفن. طب عايزه بالسليزيوس هعمل له minus 273 يطلع كام؟ 50.07 approximated to 50 سليزيوس. سؤال سهل، تعالوا نشوف اللي بعده. Question number 16. The temperature of a quantity of gas is increased from 2. ده temperature 1 ده temperature 2. مش هعتمد الارقام دي، هحولها سليزيوس على طول، هحولها كلفن على طول. 37 plus 273 تبقى 310. طيب 192 plus 273 465. At constant pressure يعني اشتغل بالقانون بتاعي. بيقول لي if the volume of this amount of the gas at كذا is VOL. يعني الحالة الأولانية ديت كان الفوليوم بتاعها اسمه VOL. Then the change in the volume. عايز خلي بالك الايه؟ التشينج، مش عايز الفوليوم الثاني. وخلي بالك هو بيلعبك في الحتة دي كتير، هو عايز الفوليوم الثاني
ولا عايز التشينج، ولا زي ما هيجي سؤال تاني يقول لك عايز الريشيو بين التشينج والاوريجينال فوليوم. ركز في السؤال هتفرق كتير جدا. طيب القانون بتاعنا بيقول لي ان V1 اللي هو سميها فوليوم اوفر V2 اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزينه، احنا عايزين V2 minus V1 equal T1 over T2. دايما لما تلاقي ريشيو حاجتين كده حاول تسمبليفاي الرقم ده. هو الرقم ده لو حطيناه على الكالكليتر هيدينا كام؟ 310 divided by 465 هيديني 2 over 3. يعني لما اعمل ابلكيشن يبقى ده 2 وده كام؟ 3. معنى كده ان V2 equal V2 انا عايز دي يبقى اعمل ده تايمز ده اوفر ده بتساوي 3 VOL over A 2. 3 over 2 يعني كام؟ يعني 1.5. يبقى V2 بتساوي 1.5 VOL. طب انت عايز اللي تشينج بس، ها؟ انت عايز اللي تشينج. تشينج يعني ايه؟ يعني V2 minus V1. يعني 1.5 VOL minus VOL يعني نص VOL. هو انا اجابه دول النص VOL. برافو عليك، مع VOL over 2 هي معناها نص ايه؟ VOL. يلا على اللي بعده. Question number 17. An open metal can contain a certain amount of air of volume كذا at temperature ده يبقى هنقول ان ده T1 when the can is heated to temperature كذا معنى كده ان ده T2 a volume وركز معايا قوي volume of 9.06 of air ايه بيقول لي ايه is leaked from the can طلعت بره الكان. يعني ايه؟ يعني دول هم مقدار الزياده لما سخنا هم الحبه الفوليوم اللي زادوا هم 9.06 يبقى 9.06 ده اللي تشينج ان فوليوم. طب نكتب الكلام ده ازاي؟ يعني اقول لك ان الفوليوم الاولاني كان 5 الفوليوم الثاني يبقى كام؟ 5 زائد ال 9 دول صح الكلام؟ يبقى لما اجي نكتب الارقام هقول ان الفوليوم 1 اسمها VOL. طب فوليوم 2 VOL بلس 9.06. حلو الكلام؟ طيب temperature 1 298 temperature 2 343. يا ترى يا هل ترى لو حطينا الرقمين دول divided بعض يديني لا ما فيش حاجات هضطر اشتغل بيهم زي ما هم كده. طبعا شيفت كالك تجيبهم نشتغلهم ماث يبقى 343 فوليوم ايكوال ده هيبقى مره تايمز ده ومره تايمز ده تايمز ده يبقى 289 فوليوم. طيب بلس ده تايمز 9.06 يديني 2699.88. الرقم ده يروح الناحيه الثانيه بالماينس يديني 45 فوليوم equal 2699.88. نعمل ده divided ده سوري ده هيروح بالديفايدد يبقى الرقم اللي طلع ده divided 45 يديني بالظبط كده 59.99 يعني 60 سنتيمتر كيوب. سؤال حلو نفهم بس كلمة leaked from the can يعني هو ده الزيادة بتاعة الفوليوم. هجيب الفوليوم الجديد اخد الفوليوم القديم وازود عليه الرقم ده. يلا بينا للسؤال اللي بعده. Question number 18 بيقول لي an open flask containing air is heated from temperature كذا to temperature كذا. ما بعتمدش سليزيوس بعتمد كلفن. يلا بينا 15 plus 273 تطلع 288. طيب 87 plus 273 تطلع 360. Then the ratio between the volume ده طالب حاجه جديده بقى. ratio between volume of air that went out of the flask to the original volume. عايز الفوليوم الزياده اللي طلع بره يعني ده معناه V2 minus V1 مش هو ده الزياده اللي مشيت to the original volume اللي هو V1. هو عايز الريشيو ديت عايز الريشيو V2 minus V1 over V1 هو ده الريشيو اللي هو عايزه. طيب that was in the flask considering the pressure is constant. كلمة السر بتاعتي يلا بينا القانون بتاعي V1 over V2 equal T1 288 over T2 اللي هي 300 كام؟
60. هو الرقم ده ليه simplification؟ دايما فكر كده 288 divided 360 يطلع 4 over 5. 4 over ايه؟ 5. طب ما تيجي نجيب V2 in terms of V1 عشان اقدر اعمل لها العمليه اللي هو عايزها ده. V2 equal ايه؟ ده تايمز ده اوفر ده، يبقى V2 equal 5 over 4 V1. موافق؟ خد الكلام ده وحطه لي فوق. يبقى 5 over 4 V1 minus V1 over V1. حتى اللي ما بيعرفش يشتغل، انا هنا بعمل like terms minus، فلو سمحت خد الكوفيشنت هو اللي minus الكوفيشنت. يعني 5 over 4 minus 1 هتطلع 1 over 4 V1، وتحت في ايه؟ V1. مع السلامه يا V1، يبقى الاجابه بتاعتي 1 over 4. 25 over 100. 25%. 0.25. اي اجابه اهي 0.25. حلو الكلام؟ السؤال اللي بعده. Question number 19 بيقول an amount of air volume temperature، مش هعتمد سليزيز، هقول على طول 273 كلفن وده T1 is trapped in a cylinder cross sectional area. ده الكروس sectional area معرفش احتاجها امتى. that has frictionless movable piston. if the cylinder heated until the temperature of the air becomes يبقى التمبريتشر الثاني مش هعتمد ده، هزود على 273 هيبقى 373. Then by neglecting the expansion of the cylinder the distance moved by the piston. عايز يعرف البستن اتحرك قد ايه. طب ما تيجي نفهم فكره السؤال بيقول لي ايه. والله انا كان عندي البستن هنا عامل الاير ده عندي 0 سليزيوس، لما سخناه بقى 100 سليزيوس هو الفوليوم زاد ولا ما زادش؟ زاد. زاد الحبه دول، يبقى البستون اتحرك من هنا لغايه هنا. تمام؟ طيب عايز يعرف اللينث ده يعني. طب ما انا اجيب الفوليوم الفرق، اجيب الفوليوم الجديد ماينس الفوليوم القديم عشان اعرف شويه الفوليوم دول بكام. ولو عرفت الفوليوم دول بكام، الفوليوم بيساوي ايه؟ اريا تايمز هاي تايمز لينث. طب ما تيجي نجيب يلا V1 5460 اوفر V2 اللي احنا عايزينها بيساوي T1 273 اوفر T2 373. يبقى هقول له فوليوم 2 بكام؟ ده تايمز ده اوفر ده يطلع 373 تايمز 5460 يطلع ديفايدد ال 273 هيطلع 7460. طب انا عايز V2 ماينس V1 عشان اعرف الفرق كام. يبقى اخد الرقم ده اقول له ماينس 5460 يديني 2000 سنتيمتر كيوب. طبعا اللي فوق ده برضه بالسنتيمتر كيوب. يبقى اللي اتحرك الفوليوم الاحمر ده ب 2000 سنتيمتر كيوب اللي هو بيساوي ايه؟ اريا تايمز لينث. يبقى الاريا تايمز لينث بتساوي 2000. طب ما هو حضرتك اداني الكروس سكشنال اريا هنا بالسنتيمتر برضه 250 تايمز لينث ايكوال 2000. يبقى اللينث ان شاء الله 2000 divided by 250 تطلع 8 سنتيمتر من غير كالكوليتر. حلو الكلام؟ يلا بينا على اللي بعده. سؤال say a boy inflated two identical balloons، نفخ بالونتين with air until they reached the same volume. Then he put one of them in the fridge for a certain period of time, and when he took out the balloon from the fridge and compared its volume with the other. طبعا من غير ما يكمل قرايه، الفوليوم لما اتحط في الفريج التمبريتشر نزلت يبقى الفوليوم قلت، يبقى الفوليوم اللي مطلعينها من الفريزر ديت اكيد اقل من الفوليوم الثانيه لان في دايركت ريليشن زي ما تشارلز لو قال. طيب he found the balloon which was cooled has a smaller volume. explain. خلاص قلنا عملنا explaining constant pressure، بس لازم دايما نقول في كلامي at constant ايه؟ pressure. يلا نروح نشوف السؤال اللي بعده. Question 21 بيقول لي explain why two equal volume of oxygen and nitrogen gases expand by the same value when raising their temperature by the same value. احنا قلنا ان ال volume expansion coefficient لأي جاز هو رقم ثابت، هو 1 over 273، والرقم ده ثابت لأي جاز، فدايما الاثنين بيزيدوا بنفس المقدار مع تغير التمبريتشر.
22 mention the precaution that must be considered when carrying the experiment of verifying Charles Law. يا جماعة تشارلز لو كان بيعمل التجربة بتاعته في تيوبس، فلازم الكروس سكشن اريا بتاعتهم تبقى واحدة. لازم وأهم حاجة الكلمة بتاعتنا، كلمة السر بتاعتنا at constant temperature. at constant temperature. يلا بينا. Question number 23. Question number 23 بيقول لي write down the mathematical relation that represented by each graph and the equivalent of the slope. والله الماثيماتيكال ريليشن اللي بنتكلم عليه هنا هو الاكسبانشن كوفيشنت اللي هو بيساوي الفوليوم at temperature minus الفوليوم at zero Celsius over الفوليوم at zero Celsius times change in temperature. السلوب هنا هو الاكسبانشن كوفيشنت. السلوب هنا دايما بيساوي 1/273 كلفن باور -1.